السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. كل سنة وانتم طيبين يا رب. تحققوا كل امنياتكم وربنا يكون كده تقبل منا الصيام والقيام، اللهم امين. طبعا صحينا كده على خبر حلو. اول ايام العيد افتتاح كوبري 45 الدولي الساحلي، كوبري الفريق اول سليمان عزت. تعالوا بقى كده ناخد جولة على الكوبري ونشوف كل اتجاهاته. احنا كده طبعا زي ما احنا عارفين هنبدأ من شارع 45 وهناخد اول طريق. هو طبعا الكوبري على مستويين، هناخد مستوى الاول العلوي في اتجاهنا للطريق الدولي الساحلي. طبعا تم افتتاحه تجريبيا، يعني لسه الافتتاح ده تجريبي. لسه لو في اي حاجة هتتعمل بنشوف بنجرب الكوبري، ولو في اي حاجة هتتعمل سواء اسفلت سواء اي حاجة تانية في المطالع والمنازل هيتم تظبيطها ان شاء الله. كده دخلنا على المستوى الاول العلوي. طبعا الكوبري يعتبر يعني هو حتى الان هو اطول محور في اسكندرية، او اطول كوبري في اسكندرية بطول 2 كيلو و600 حاجة و30 متر. تمام، ده كده المستوى الاول العلوي في اتجاهنا من شارع 45. لو جاي من 45 ورايح على الطريق الدولي للمسافرين بقى على الطريق الدولي. آه، احنا جينا هنا كده بيتفرع فرعتين، فرع يمين للطريق الدولي وفرع للمعمورة. احنا هنروح للفرعة الأولانية في اتجاهنا للطريق الدولي. هناخد طبعا كل الاتجاهات زي ما قلت لكم. ما تنسوش طبعا لو أول مرة بتشوفوني يسعدني اشتراككم في القناة، تفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد عن اسكندرية. كنا اخدين اجازة شوية بقالنا اسبوع كده او 8 ايام. الحمد لله هنرجع بقى ايه لفيديوهاتنا. ما تنسوش كمان صفحة الفيسبوك انا خليت اسمها شط اسكندرية، تمام، عليها نفس الصورة ونفس اللوجو كده. يبقى اول طريق سطحي كده خلاص، احنا ايه وصلنا بداية الطريق الدولي. منازل الكوبري زي ما بقول لكم كده هتحسوا ان هي الارض لسه مش مستوية، اهو اخر الكوبري كده. تمام، في الطريق في اتجاهنا للطريق الدولي. هنروح بقى تاني من بداية الكوبري برضو المستوى السطحي في اتجاهنا بقى ايه للمعمورة. ماشي، خليكم معانا، ما تنسوش اللايك للفيديو. طبعا ده يعني يعتبر محور مهم جدا جدا، يعني من اهم المحاور في شرق اسكندرية، لانه هيفتح وهيعمل سيولة مرورية جامدة جدا، هيربطنا بالطريق الدولي بمصطفى كامل بشارع 45. فكمان هيبان تأثيره اكتر في الصيف وفي الزحمة وقت الدراسة. كمان المحافظ أكد على إن هيتم فتح كمان محاور عرضية في اسكندرية إن شاء الله، هتروح في حتة تانية. تعالوا بقى كده هنا الطريق الدولي بدايته هنروح لشارع 45. احنا كده هنطلع بقى المستوى التاني، هنبقى كده ايه طايرين فوق. تعالوا بقى كده ايه نشوف. انا مش عارفة العربيات دي راكنة كده ليه، كانت على جنب. تمام كده، يبقى جايين احنا من الدولي خلاص رايحين كده في اتجاهنا لشارع 45. طبعا علينا الالتزام بالسرعة اللي على الكوبري. المفروض كمان يتم وضع لافتة او ممنوع صعود التكاتك خالص على الكوبري، انها ممكن تعمل كوارث. يمكن دلوقتي زي ما بقول لكم الكوبري هادي، لكن بعد كده هيبقى فيه زحمة، فما ينفعش خالص سير تكاتك نهائي على الكوبري، ولا اي كوبري الحقيقه. المفروض ما ينفعش سير التكاتك او صعودها على الكوبري. وتحت طبعا الموقف اللي اتعمل للمشاريع، مشاريع وتكاتك برضو محتاجه تنظيم من هيئه المرور. تمام كده، احنا اهو داخلين على كده في نهايه الكوبري خلاص. هننزل بقى بتاعه في اتجاهنا لشارع 45. تحسوا ان احنا كده ايه فوق السحاب، طايرين فوق السحاب. قلت طبعا لازم نجربه. اهو المنزل بتاعه. تمام، طبعا بيقابلنا اللي جاي من الساعة، يعني الفتحة اللي كانت على شمالي دي اللي جاي برضو من الساعة، هنمشي برضو فيها واوريها لكم. زي ما قلت لكم هنمشي في كل الاتجاهات بتاعته عشان نعرفها. خلاص، برضو احد التعليقات بيقول يعني احنا اللي جاي من الساعة هيتقابل مع اللي جاي من الطريق الدولي، هيسبب نفس الزحام. برضو ده هيبان، ما اعتقدش، لان الكوبري اتساعه كبير جدا جدا، وبرضه هيبان ان شاء الله في وقت الذروة والصيف والدراسة. كل ده هيبان كده. احنا نزلنا خلاص كده نهاية الكوبري والقمامة وما أدرانا، مع ان شركة نهضة مصر والعمال شغالين والله 24 ساعة في رفع القمامة. ده شارع 45. كده طلعنا على الكوبري تاني المستوى الاول العلوي. مش هنروح بقى يمين على الدولي، لا احنا هنروح بقى تجاه المعمورة. اهو بصوا جاي متفرع فرعتين، احنا كده بقى في طريقنا للمعمورة. برضو ما شاء الله يعني
هيعمل زي ما قلت لكم سيولة مرورية جامدة جدا جدا. تم كمان على فكرة وضع اشارات. خلاص، في اشارة هنا كده قدام واشارة تانية واحنا راجعين رايحين في اتجاهنا الى الساعة. بصوا منزل الكوبري هنا، الارض الحقيقة صعبة جدا جدا، محتاجة برضو اعمال اسفلت، اكيد هيتم عملها. ده كده شارع مصطفى كامل. هلف بقى من تحت الكوبري في اتجاهي للساعة واخد يوتيرن واطلع على الكوبري اللي جاي من الساعة. هنا كده انا اسفل الكوبري رايحة في اتجاهي الى الساعة. طبعا مفيش اي اعاقة خالص، يعني كل اللي ماشي ماشي كده دايركت. فزي ما بقول لكم بجد عمل فرق شاسع المحور هنا اهو. بصوا كده في اتجاهنا كده خلاص مباشر للساعة اهو. كمان تم وضع اشارة مرور اهي، وهنمشي كده اهو في اتجاهنا الى الساعة لقدام. هاخد يوتيرن ونطلع بقى اللي جاي من الساعة رايح على 45، وبكده يكون شفنا كل الاتجاهات بتاعته. تمام. اللي جرب الكوبري بقى يقول لنا اخباره ايه. طبعا لسه بقى محور محمد نجيب، وكمان زي ما بقول لكم لسه في محاور عرضية هيتم فتحها معانا. اكتبوا لي توقعاتكم ايه المحاور العرضية اللي هيتم فتحها. هو المحافظ يعني لما اجتمع مع الادارات التنفيذية في محافظة اسكندرية قال ان في محاور عرضية هيتم البدء في عملها. تتوقعوا المحاور العرضية دي هتكون ايه؟ احنا كده بقى جايين من الساعة خلاص شارع مصطفى كامل، وهنطلع على الكوبري في اتجاهنا لشارع 45، وبكده يبقى جربنا كل اتجاهاته. داخلين كده على المطلع بتاعه خلاص. شارع مصطفى كامل اهو. طبعا اللي رايح الدولي هيمشي سطحي، او اللي رايح المعمورة هيمشي سطحي. وكده احنا خلاص المستوى التاني طلعنا عليه، وهنروح تجاه شارع 45. بصوا بقى هنا التكاتك زي ما كنت لسه بقول لكم، المفروض يتمنع سير التكاتك تماما على الكوبري، لان مع الزحمه وكده دي ممكن تسبب كارثه. احنا عارفين التكاتك ومساوئها الكتير، سواء بقى بتمشي غلط سواء بتسابق مع العربيات، يعني تتمنع نهائي. هنوه برضو على النقطه دي ان شاء الله برضو على الفيسبوك. او بصوا التوك توك جاي بيحاول يسابق، خاصة في اليوترنات كده تحسوا ان في حوديات كده. هنا بقى الجزء اللي بيقابلنا اللي جاي من الدولي اللي احنا شفناه على يمنا اللي عدى ده بيتقابل مع اللي جاي من الساعة، فالناس كانوا بيقولوا هيتعمل برضو زحمة فوق الكوبري. هنشوف برضو في اوقات الذروة، بس ان شاء الله ما اعتقدش، لان الكوبري زي ما احنا شايفين كده 3 حارات واسعة. الكوبري بصوا التوك توك كمان سابقنا يعني بتلاقيه طالع لك من اي شارع واي زقاق بيقابلك توك توك. فعلا احنا بجد اسكندريه محتاجه تقنين وضع التكاتك، مش بنقول الغائها، لان في شريحه كبيره جدا جدا دلوقتي شغاله على التكاتك ومصدر رزق زي ما بنقول. وبتنفع في الشوارع الداخليه والاماكن الداخليه، لكن ما ينفعش طبعا لا على كباري لا محاور رئيسيه. كل الحاجات دي محتاج تقنينها. وبكده نكون جينا لنهايه الفيديو بتاعنا. ده شارع 45. الحقيقة المحور أخد شغل كتير وجهد كتير. شكرا لكل إيد بتبني وتعمر، من أصغر عامل لأكبر مهندس. شكرا كمان لعمال شركة نهضة مصر اللي شغالين الحقيقة على قدم وساق. مش بس كده، ده بيرفعوا القمامة بطرق بدائية بجد، يعني المفروض يتوفر لهم جوانتيات جلد يلبسوها، حاجات كتير. آلية رفع القمامة نفسها لازم تتغير، لأن والله العمال بيصعبوا على الواحد بجد. كده يكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. اتمنى اكون وضحت لكم اتجاهات الكوبري، ونشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد يا اسكندرانية. كل سنة وانتم طيبين، واشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي. شكرا والسلام عليكم. جيجي رضوان.